تمثال أبو الهول أضخم تمثال منحوت في العالم، وواحد من أسرار الحضارة المصرية القديمة. لكن في سؤال محير الملالين، وهو ليه مناخيره مكسورة؟ في ناس كتير بتقول إن السبب هو نابليون لما دخل مصر بالحملة الفرنسية سنة 1798 استخدم جنوده المدافع وضربوا التمثال علشان يتدربوا، ومن ساعتها مناخيره اختفت. لكن الحقيقة إن الرسومات واللوحات اللي اتعملت للتمثال قبل نابليون كانت أصلا من غير مناخير، يعني القصة دي مجرد خرافة. طب إيه اللي حصل فعلا؟ المؤرخين بيقولوا إن في القرن ال14 كان في شخص متعصب اسمه محمد صائم الظهر، اعتقد إن الفلاحين في الجيزة بيعبدوا التمثال أو بيتبركوا بيه، فقرر إن هو يشوهه وبدأ يضرب وشه، وأول حاجة راحت كانت مناخيره. وفي احتمال تاني ان العوامل الطبيعية زي الرياح والتعرية على مر الاف السنين ساعدت في تآكلها اكتر. يعني الخلاصة مناخير ابو الهول اتكسرت قبل نابليون بمئات السنين، وغالبا كانت محاولة معتمدة لتشويه التمثال مش مجرد صدفة. فالمرة الجاية وانت بتشوف ابو الهول افتكر ان المناخير المكسورة دي مش نقص، بالعكس هي جزء من سر وملحمة عمرها الاف السنين.